صباح الفل. كلام يهمك مع هشام أنس. هكلمكم المرة دي على رسالتك اللي انت بتعملها وانت بتعمل عمل معين، خاصة الناس اللي عندها عمل ممكن يعمله. انا صراحة بقول اشتغل رسالة، ما تشتغلش هدف. يكون عندك رسالة عايز تعملها للمجتمع بتاعك، وصدقني في الاخر خالص هتحصل نتائج اكتر من انك انت بتشتغل هدف. يعني انا صاحب مطعم وعايز افتح مطعم، طب افتح مطعم عشان اقدم نموذج للعالم عن طريق المطعم بتاعي، اخدم بيه تراث الاكل بتاعنا، مثلا الاكل المصري، الاكل السعودي، الاكل الاردني، الاكل، عشان ما حدش يقعد يقول لي انت بتتكلم بتستخدم اسم مصر، عشان بموت فيها، بعشقها وبحبها، ولما بتيجي الاسم ده بيهز كياني عادي. فتشتغل بقى رسالة ولا تشتغل هدف؟ اللي هيشتغل عشان يقدم تراث مثلا اكل، اللي يشتغل عشان لقى ان المجتمع فيه افتقاد حقيقي للهيجين في المطاعم، في خطر حقيقي بيهدد مجتمعات الأغذية والمشروبات في العالم كله، اسمه الفود سيفتي والهيجين في كل العالم. طبعا بتتفاوت درجاته من دولة لدولة، لكن ده خطر حقيقي وبالفعل بيعمل تهديد لصحتنا، والأمثلة موجودة كتيرة جدا جدا في المجتمعات، وزيادة نسبة السرطانات في العالم موجودة. طيب هل بقى أنا وانت بتقدم مطعم تعمله رسالة ولا تعمله هدف؟ هعمله رسالة اني ارسي فيها الحاجات ديت والاسس الصحيحة لتقديم قيمة غذائية للناس والعالم، ولا اشتغل هدف علشان هأسس مكان بمبلغ معين كم مليون عشان يجيب لي كم مليون ربح؟ صدقوني وديت انا اشتغلت عليها كتير. وطبعا احنا كيان شجرة الدر، مش كيان هشام أنس. انا هشام أنس الفكر بتاع شجرة الدر، العلامة التجارية دي بتاعت هشام أنس، دي دماغ هشام أنس. الفكر بتاعي اللي معايا الناس، انا معايا يعني احنا معانا شريك في الشيخ زايد، ده شريك المكان ده انا وواحد، والباقي المطاعم انا وواحد تاني ليهم كل احترامي وكل الحب طبعا. فكان دايما اقول للي معايا، لو انت حضرتك مش هتمشي باللي انا مؤمن ده بيه، تقدر تقول والله انا ما اقدرش استمر بالشكل ده او اشتغل بالشكل ده، وتقدر نطلع ونفك الشراكة عادي جدا، وانا هكمل لان انا عندي حاجة انا مؤمن بيها. مش هقدر افرض اللي انا مؤمن بيه على الشريك اللي معايا، ولكن انا اللي مؤمن بده. بس الحمد لله من نعم ربنا عليا وفضل ربنا عليا ان الناس اللي معايا، الشركاء اللي معايا، هم اصبح عندهم ايمان كمان بفكر هشام أنس او الرسالة اللي عندي. وبالتالي لو عندك ايمان برسالتك كمل، ولو عندك ايمان برسالتك وبتعملها، والمجتمع كله، كل اللي حواليك يقول لك هتفشل، اوعى تسمع له. اسمع لصوت ضميرك وارجع تاني لل99 معين، لل99 جامعة. ارجع لأسماء الله، هتلاقي ربنا اسمه الصبور، هتلاقي اسمه النافع، هتلاقي اسمه الضار، هتلاقي اسمه البديع، هتلاقي اسمه العليم. شايفك، فانت خليته رقيبك، فهو اللي هينجحك، فهو الفتاح. فما تقلقش، تمسك بيها. مش هقول بقى مثلا في كده موقف كنت دايما بتعامل مع كوميونيتي في مشكلة حصلت في مدارس كانت تبع أولادي، وكانت مدارس تبع إدارة أمريكية مختلفة تماما، وليها بورد اوف تراستيز، وليها وتحت كان لدرجة ان القنصل الأمريكي هو اللي كان ماسك ده. أقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، وعندي الافيدنس، ودي قصه نتفليكس موفيز. لو اي حد ليه في الاخراج، عندي الفيديوهات بتاعتها، وعندي الحرب بتاعتها، وعندي الطريقه بتاعتها. وفضلت وجمعت ناس في خلال 36 ساعه عن طريق الواتساب، وكنت بدير الجروبات دي عن طريق الواتساب، وجمعتهم في اوتيل، عرفتهم حقوقهم وواجباتهم، وقمت بمعركه حقيقيه وانا مؤمن بيها. كنت بقول لهم ايه؟ كنت بقول للناس لو انتوا كلكم وقفتوا معايا هنوقف إدارة المدارس دي ومش هنرفع رسوم المدارس. ولو كلكم ما وقفتوش معايا أنا هكمل لوحدي وهجيب حقكم. لأن دايما بقول الحق الشرط الوحيد إنك تخسر حقك في شرط واحد فقط، إنك تتنازل عنه.
وبالتالي فضلت ماسك. قلت لهم انا ماسك في ده. كان في ناس طبعا المدارس مختلطه، كان معانا ناس اللي من اليونان واللي من امريكا واللي من سوريا واللي من مصر واللي من لبنان واللي من فلسطين واللي من كل الدول. هي مدارس تحتيها كده الامبريلا بتاعتها كل الناس من كل دول العالم. فطبعا كنت دايما اقول لهم، طبعا بقول لهم be stubborn about your goal and flexible about your method، لان ما في ناس معانا كتير، مش هقول له بقى ده الله الضار والنافع، ما في ناس مش مسلمين، مش وفي واحد ما عندوش ايمان انه في اساسا اله. فكانوا مثلا في ناس من معايا ناس عرب بيقول لي يا زلمه احنا ماشيين معاك كده فرحانين بالحاله، بس احنا عارفين ان القنصل الامريكي هيروح مش عارف لوزير التربيه والتعليم السعودي وهيزود الرسوم. كل ده ما حصلش. فضلت ماشي ورا الحق ومشيت في تواصل. في تطور رهيب في المملكه العربيه السعوديه. يعني في حاجه اسمها تواصل مع وزير التربيه والتعليم السعودي، بعتنا رسائل وقفوا عليهم كل حاجه، وقفوا الرسوم، وفرنا فلوس كتيره. فبي stubborn about your goal and flexible about your method نجحت جدا. اهتمامك برسالتك، كنت دايما بقول لهم كده تمسك بيها، تفضل مكمل، ملكش دعوه بحد سلبي، كمل. زي ما انا اول ما نزلت مصر قلت في فيديو ليا اتمنى الاخ محمد ينزله، وانا بقول قبل ما افتح في مصر، قلت لاصحاب المطاعم، رسالتي لاصحاب المطاعم، انا جاي اقدم نموذج عشان نبدا نشتغل كلنا عليه. احنا كلنا اصحاب مصلحه مشتركه، وانا بحبكم كلكم. انا لقيت دعم من اصحاب المطاعم تعجز الكلمات عن ان انا اقدم الشكر، مع الهوجه بتاع البلطجه الفكريه بتاع من لا فكره لهم ولا قيمه ايجابيه يضيفوها للمجتمع. كلهم وقفوا معايا. فطبعا احنا كلنا اصحاب مصلحه مشتركه، لان احنا بنقدم خدمه واحده. انا عندي حاجه مش عندك، عندي خبره معينه مش عند صاحب مطعم تاني، وصاحب مطعم تاني عنده خبرات معينه انا افتقدها. فاحنا بنتكامل عشان نقدم للمجتمع صحيحه. تمسكك باللي انت بتعمله، استمر وقاوم وعلم وعرف الناس، زي ما عملت مع الموضوع بتاع المدارس. قريت عن حقوق أولياء الأمور في نيوزيلندا وإنجلترا وأمريكا وفرنسا، عرفت من حقوق أولياء الأمور حاجات كتير قوي. هقول لكم واحدة منها على فكرة. من حق أولياء الأمور في أي مدرسة انترناشونال في العالم إنه يتدخل في الرسوم، على أي ولي أمر في أي مدارس انترناشونال إنه يجتمع، ولازم الإدارة تاخد موافقة أولياء الأمور على زيادة الرسوم. ومن حق أولياء الأمور إنهم يتدخلوا في المنهج، إنهم يقولوا إحنا عايزين ندرس التاريخ الأندلسي، التاريخ الفرعوني لسنة 5، التاريخ. لو اجتمعوا عرفوا حاجات كتير. من حق أولياء الأمور إن ياخد الأرباح والخسائر ويطلع على الأرباح والخسائر بتاع أي مدرسة انترناشونال في العالم. تمسك حتى لو العالم كله قال لك لا، ما تقولش طيار، واوعى تقول كلمة عكس الطيار. الطيار الحقيقي إنك تمشي في الصح وتمشي في الاتجاه الصحيح وتعمل رسالتك وما تبصش لحد، وخلي ربنا مرجعيتك. 99 جامعة، الضر هو الله والنافع هو الله. شكرا.